النهارده هنملح اللفت وهيفضل مقرمش معاكي لاخر اخر حبه في البرطمان. تعالوا بينا نشوف هنعمله ازاي ونقول بسم الله وعلى بركه الله. اول حاجه هنعملها طبعا ان احنا هنجيب اللفت وهننقعه شويه في الميه حركه ساعه ساعتين 3 تمام لحد ما يقعد ينزل الطينه، وكل شويه هتقعدوا تغيروا الميه بتاعته. بعد كده هنبدا ان احنا ننضفه ونشيل الشعيرات اللي فيه دي تمام. بعد كده هنقطع العروق اللي هي اللي فوق دي، طبعا هنستخدمها وهنملحها بيبقى طعمها حلو برده. قطعوه بقى براحتكم خالص بالطريقه اللي انتوا عايزينها تقطعوه. اهم حاجه بقى الناس اللي بتحتار تطبخ ايه، جايبه لكم تطبيق اكلات سهله وسريعه بيشتغل من غير نت، هسيبه لكم في التعليقات تحت وهسيبه لكم كمان عندي في البايو. انا هنا قطعته وظبطته خلاص. بدات اللي انا طبعا معقمه البرطمانات كويس جدا بميه سخنه، وبعد كده بدات اللي انا ارصص فيها اللفت. في لفت حطيت معاه فلفل اخضر تمام. وطبعا اهم حاجه بنحط البنجر. الميه هنا اللي احنا بنستخدمها لتر الميه عليه 4 معالق من الملح، معلقه من السكر، وربع فنجان من الخل. قلبوا بقى كل ده وسيبوه 4-5 ايام، بس كل يوم اهم حاجه تقلبوه كده، بيبقى بجد تحفه جدا. جربوه ان شاء الله وهيعجبكم. السكر فايدته انه بيخلي اللفت مقرمش لحد اخر قطره. اكتبوا لي بقى في الكومنتات تريكاتكم ايه في اللفت المخلل، واهم حاجه ما تنسوش لو وصلتوا هنا تصلوا على النبي وتتابعوني. انا ساره جمال من بورسعيد. باي باي حلوين. بابا حوي.